عبد الرحمن اللي قدامك ده كان فاكر ان افعاله هي نتاج افكاره الخاصه. كنت فاكر اي شيء انا بعمله باين بنسبه مليون في المية، وانا اللي مقرر ده وانا مش بغلط، وانا تسريحة الشعر دي عملتها عشان انا عايز كده، وستايل اللبس اللي بلبسه عشان انا عايز كده برضه، وفنجان القهوه ما أدراك ما هي. بعدين جاي يوم كنت بتفرج على مناظرة وأنا في ثانوي ما بين داعية وست في بلدة غربية. المهم كانوا بيتناظروا عن ليه الست في الإسلام بتلبس اللبس مأمورة بيه وكده. رد الشيخ بصراحة صدمني، قال لها إن الإنسان عبد في جميع أحواله وهو بيختار إلهه، هل يعبد الله أو يعبد المجتمع. طبعا بصراحة أنا سرحت شوية، ما عرفتش أقول إيه أو أجادل بإيه بصراحة. كلمة صدمتني ساعتها وحسيتها واقعية أوي. فكرت ساعتها شوية في الموضوع وبصيت لفنجان القهوة اللي فيه، وافتكرت إن أنا فعلا ما بدأتش أشرب القهوة ديت علشان أنا فعلا بعشقها وبحبها، بالعكس طعمها مر جدا. في الغالب بدأت أشربها علشان أبين لهم في البيت قد إيه إن أنا كبرت خلاص وأشرب اللي أنا عايزه. حلقة الشعر دي في الغالب كانت تمرد على أهلي. لبسي ممكن يكون بسبب مش متأكد بصراحة، بس اللي متأكد إننا لو بصينا على لبسك الحالي أيا كان الستايل إيه، ففي الغالب مش أنت اللي مختاره. سامعك اللي بتقول إن أنت نظرت مبرة، بس الموضوع بعيد عن كده خالص. المهم طب ليه بقول كده؟ الموضوع كله إن ذوقك في اللبس والأغاني اللي تسمعها في الغالب انعكاس البيئة اللي أنت تربيت فيها. فعلى سبيل المثال لو كنت في بيئة شعبية وصحابك اسمه محمود وعمرو بيلي، ويا بقى لو كان قدوتك عبده موته والالماني، غير بقى المولت والبنطلون اللي لازم يكون سكيني موت، المطوه بقى لازم تكون في جيبك لزوم الرجوله والجدعنه، واحلى مسا عليك يا زميلي، وصاحبك لازم يكون اهم من ابوك وامك، فتلاقي نفسك بتعمل كل دوت خوفا من نبذ المجتمع ليك. اصلا لو لبست عادي واتكلمت عادي ومشيت عادي في الغالب هتكون فرفور مالكش هيبه، فبتختار بشكل لا واعي الشيء دوت. خد بقى المثال دوت وطبقه في اي مكان في الكوكب دوت. على سبيل المثال المكان اللي فيه ناس اغنياء في اي بلد، بتلاقيهم دايما بيتكلموا عن ازاي بوبي ما جابليش العربيه البورش بلون الهوت شوكليت كراميل اللي نفسي فيها بجد. اوه ماي جاد دي نوعيات انا بتلاقي الشخص من دولت الحاجه الوحيده اللي بيفلكس بيها كميه الفلوس اللي بيدفعها هنا وهناك. هتلاقي برضه بيفلكس في حاجات جانبيه كده زي بوكسر كيفن كلاين بتاعه في الانستا. دايما بابي مقصر معايا علشان ما رضاش يسفرني باريس عشان كان عايز يسفر لك جزر البحر. الموضوع مختلف، هنا بيلبسوا ماركات وبيتكلموا مصطلحات حاشينها انجلش علشان ما يتقالش عليهم ناس بيئة، وهكذا نفس السيناريو بيتكرر في كل مكان. فده بيخليك تسأل نفسك بجد، هل انت اخترت ستايل حياتك دوت ولا المجتمع فرضه عليك؟ وقبل ما ننتقل للجزء اللي بعده، فلو انت من الناس القليله اللي فعلا عايز تتحرر من عبوديه المجتمع وتفهم مخها شغال ازاي، فتاكد انك مشترك ومفعل زر 10% بس اللي عايزين يغيروا من حياتهم بعيدا عن تفاهه السوشيال ميديا. هتقول لي يا عبد الرحمن خلاص تعب، هسيب انا بقى الشله بتاعتي والمجتمع يولعوا بجاز واخلي اصحابي القريبين مني بس واقضيها بقى على السوشيال ميديا. يا سيدي ماشي، سبحان الله تلاقي ناس بتلبس شبهك وبتتكلم شبهك ومن مستوى اجتماعي شبهك برضه، فتحس بقى ان انت وسط ناسك وتضحك معاهم وتزعل معاهم وتعيش معاهم، وهنا الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص لغايه ما تلاحظ ان مشهورك المعين بدا يتكلم بطريقه مختلفه شويه، ومشهورك الثاني بيفضل اكله معينه على سبيل المثال، مشهورك الثالث بقى حكايته حكايه، ده بقى بيعمل فيديو رياكت فتشوفه بينتقد فلان وبيقول على الشيء الفلاني ده كرنج، فتبدا بشكل لا واعي طريقه كلامك تختلف وتحس انك بقيت بتميل للسوشيال، مع انك ممكن ما كنت شفته في حياتك قبل كده. صاحبك لما بيعمل حاجه معينه تقول له انت عايز على فكرة ابسط مثال، بص على اخوك او اختك الصغيرة، شوفهم بيتابعوا مين، بيقلدوهم ولا لا. للاسف احنا بقينا في زمن شخص مستعد يدفع مبالغ مستواه المادي ما يقدرش عليه علشان بس ياكل الاكله المعين اللي المشهور المعين بياكل. في الغالب الاكله دي مش عاجباه بس هو حابب شعور الانتماء ده. بتلاقي ناس كتيره مستعده تدفع فلوس في لبس بالستايل الفلاني عشان بس يكونوا شبه الممثل الاعلاني، وناس تانية مستعده تجيب تليفون بالقسط بمبلغ وقدره علشان طبعا مكانتهم الاجتماعيه. ويصير للسخريه بجد ان احنا بقينا بنشيل حاجات احنا مش محتاجينها، الفلوس مش معانا علشان نبهر بس ناس مش مهتمين بينا اصلا. وبمناسبه الكلام دوت عايزك تكون صريح مع نفسك ومعايا، انزل في الكومنتات واكتب لي ايه اكتر حاجه تافهه انت اشتريتها لمجرد بس البرستيج او عشان تعرف ما تتكسفش. كلنا انا في الفخ ده يبقى يا سيدي جلسه اعتراف جماعيه علشان نفوق بعض. قبل ما تقوم مني عايزك تسال نفسك، هل انت فعلا السبب في اختياراتك الاخيره ولا الخوارزميات هي اللي قررت؟ فانت كشخص عاقل هتقول لي يا عبد الرحمن دي كلها نظريات انت مخمنها وما فيش اي دليل علمي على الشيء ده. انا للاسف كده يا صديقي هضطردك من ايدك ل50 تحديدا لعالم النفس السولموناش، اتمنى اكون ناطق اسمه صح. سولموناش سولومونو اشو. المهم الراجل العسل ده قرر يجيب مجموعة ناس في غرفة ويوريهم صورتين، صورة فيها خط واحد وصورة فيها 3 خطوط مختلفة، وسألهم سؤال واحد وبسيط جدا، ايه الخط اللي بيطابق الخط الاول؟ الإجابة كانت واضحة ضوح الشمس لأي طفل في حضانة، بس الخدعة الصغيرة كانت في ان كل اللي في الغرفة كانوا بيمثلوا
إلا واحد بس كان الضحية. الممثلين اتفقوا كلهم انهم جابوا غلط، اختاروا كلهم الخط القصير وقالوا ده الصح. المفاجأة ان 75% من الناس اللي اتعمل عليهم التجربة اختاروا يكونوا مع المجموعة واختاروا الإجابة الغلط. الكارثة اللي بجد هنا ان الإنسان مستعد يلغي حواسه علشان ما يكونش الشخص المختلف في المجموعة. تخيل بقى ان ده حصل في خطوط مرسومة على الورق، ما بالك بقى بأفكاره ومعتقداته دي. بذمتك لو كنت انت الشخص اللي في التجربة دي كنت تقدر تقول لا او تقول الحقيقة، ولا كنت تمشي جنب الحيط زي ال 75%؟ منتظر إجابتك جدا بصراحة، بس فكر كويس قبل ما تجاوب. بص بصراحة أنا ما اشتريتش. النظرية مبنية عن دكتور جاب واحد وضحك عليه وعملوا في تمثيليه مش منطقي. it doesn't make sense. فخلينا بقى نروح لعالم الاعصاب بنجامين ليفل ونشوفه بيعمل ايه. العالم دوت عمل تجربه بيشوف فيها الاراده الحره بتشتغل ازاي. وصل اجهزه مخ المشاركين وقال لهم يحركوا صباعهم في اي لحظه هم عايزينها. المشكله هنا ان المخ بعت اشارات عصبيه قبل ما الشخص نفسه يكون واعي انه عايز يحرك صباعه باجزاء من الثانيه. يعني الكلام ده بصراحه انا مش فاهم. يعني القرار طبخ واتظبط فعلك الباطن اللي هو برضه مبرمج من البيئه والمجتمع والناس اللي حواليك، وبعدين بيتهيألك انك خدت القرار بنفسك. انت هنا بالظبط شبه الطفل الصغير اللي قاعد على حجر بابا ماسك دريكسيون عربيه وفاكر نفسه هو اللي بيسوق. العلم يا صديقي بيقولك انك كائن اجتماعي بيخاف من الاختلاف، وكائن بيولوجي مخه شغال اوتوبايلوت على البرمجه اللي دخلته قبلك. فبصراحه المشكله هنا مش في ان احنا متبرمجين ولا لا، المشكله بجد في مين اللي بيبرمج مخنا. بعد كل اللي حصل ده بجد الموضوع يخليك تسأل نفسك، هل في حاجة فعلا اسمها حرية مطلقة في الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ انا بحس ان في الزمن اللي احنا فيه مش السؤال الصح هل انت عبد ولا لا، السؤال هنا انت عبد لمين؟ السؤال ده ليه اجابتين ملهمش تاني. هل هتكون عبد البشر والمجتمع؟ مشكلة الخيار ده ان مزاجه متقلب شوية. بالنهار هكون في قمة سعادتك عشان عرفت ترضي ناس معينة بلبسك او بافكارك، وبالليل هتترجم في ميدان عام عشان لبسك مش ماشي على الترند اللي هم عايزينه، وبقيت انسان كرنج حبتين. هتضطر تلبس كل يوم قناع مختلف وتعيش بشخصية مختلفة عشان ترضي كل الناس اللي هتقابلهم، ودي حاجة مستحيل توصل لها. للاسف زي ما قلت لك الخيار دوت معاييره بايظه، اللي كان عيب امبارح بقى ترند النهارده، وده معناه انك لازم تعمله، واللي حلال النهارده بكره هيكون تخلف رجعيه. تخيل حياتك كلها بتجري ورا رضا ناس هم اصلا مش راضيين عن نفسهم، ولا تختار تكون عبد لله. اختيارك لدين الله ككتالوج ليك بيحررك من كل العبوديات التانية. قوانينه ثابته مش بتتغير عشان ترضي بيها بعض الناس المشتتين اللي هم مش عارفين حتى هم عايزين ايه. امرأة عشان تحميك من نفسك ومن الناس اللي عايزينك تكون مجرد كلاون في السيرك عشان تبسطهم 24 ساعه. بصراحه بعد كل اللي قلناه دوت، بعيدا عن الايجو بتاعنا اللي ممكن ينقح علينا، هل انت شايف فعلا انك عبد لشيء معين؟ كلنا بنقول ان احنا فعلا ما بنخافش غير من اللي خلقنا، بس هل ده حقيقي ولا انت بتترعب من كلام الناس؟ فاختار لنفسك، هل عايز تكون امعة بتجري ورا الترند، ولا هتختار تكون عبد القوانين الهية محطوطة علشانك؟ فكر فيها كويس عشان المرة دي خيارك يكون مصيري.